تعالي نفسك تعمليها وحاسة انها غلبة، دقيق ومية وحلل وحاجة توجع القلب. تعالي هقولك على طريقة سهلة تعمليها بيها، وكمان كمية. هنا سنبلة الفرات منزلة كيس الكسكسي اللي انتوا شايفينه ده. الكيس ده بيعمل كمية فعلا يا جماعة كبيرة جدا. ده كيلو. الكيلو انت طبعا حابة تعمليه كله هيدي معاكي كمية كبيرة حسب الأنفار اللي انت هتعملي على قدهم. انا هنا اخدت كوبايتين من الكيس بس، وفي الاخر هنشوف هو ادانا كمية قد ايه. ومعاهم معلقتين سمنة بلدي، او يا ستي معلقتين سمنة عادية زي ما انت عايزة. وحطيت على الكوبايتين كوباية ونص مية. وفي حلة على البوتاجاز حطيت معلقتين السمنة البلدي، وبعدين حطيت كوبايتين الكسكسي، وغلفتهم بالسمنة كويس قوي. وبعد كده حطيت عليهم المية، كوباية ونص المية. وبعد كده سبتهم على الواطي على البوتاجاز بيتشربوا وبيطلعوا بالطريقة اللي انتي شايفاها دي. طعمها تحفة جدا. أكيد هي عشق الناس كتير وبيحبوها، بس بنشيل همها وغلبتها. هنا بعد ما خلصت مش قادرة أقول لكم يا جماعة على ريحة السمنة البلدي عاملة فيها ايه. حباها بسكر حطي، حباها بمكسرات اعملي، بلبن اشتغلي، كل اللي انت عايزاه اعمليه. فعلا احنا مش هنحرم نفسنا من حاجة ابدا. طريقة سهلة وبسيطة وبدون غلبة ودقيق، وفعلا ما نشيلش الهم. تحفة يا جماعة لبيتك ولولادك. ساعات نفسنا بيهفنا عليها فجأة، بس بنشيل هم شغلها. طعمها تحفة. طريقة موفرة وسهلة، وفعلا مش هتكلفك غير كوباية ونص مية ومعلقتين سمنة. تابعيني دايما على صفحتي مملكة الحلويات.